نجم الشركة، نجم الشركة بدون منازع. العفو مستر رؤوف. أنا عايزك بقى تركز في الفترة اللي جاية دي قوي، لأن في كلام كده في السوق عن جلال حرب. كلام ايه؟ جلال حرب الراجل ده ما بيرحمش، ناوي يفتح شركتين جداد. الشركة الكبيرة منهم هيطرح أسهمها للاكتتاب. طب وايه المطلوب؟ التاريخ. ايه التاريخ اللي هيطرحوا فيه الاسهم ديت؟ بكده نبقى اهدينا العملاء بتوعنا هديه غاليه قوي. الكوميشن بتاعها هيركبنا الريح. طب ودي اعرفها ازاي دي يا مستر رؤوف؟ بشطارتك، بشطارتك انت يا نجم. عايزك تلزق له كويس قوي لغايه ما تجيب لي منه الخبر اليقين. انا عارف طبعا ان جلال حرب دوقك العسل تمام ومظبطك. انا ما عنديش مانع انك تتبسط، بس يعني احنا برضو نتبسط معاك، ها ولا ايه؟ ماشي. ماشي يا فندم، حاضر. عايز اسمع منك خبر قريب حلو قوي. حاضر. يلا. ماشية معاك حلاوة. بقينا بنسيستم مع الريس وبنلعب على الوينجين. بس يا فاروق انا مستغرب قوي. جلال الحرب يجيب الفلوس دي كلها منين؟ ده ولا اللي عنده مصباح ساحر يا اخي. يا عم احنا مالنا، رزقه ورزقنا. انا بقالي كام يوم اصلا بدور وراه. من عيله عاديه خالص يعني ولا ورث سنده ولا نسب مثلا واقف في ظهره. امال جاب الفلوس دي كلها منين في السن ده؟ يا سيدي ان شاء الله يكون مخاوي الجن الاحمر، ربنا يزيده. ايوه يا اخي بس نفهم. نفهم ليه؟ انت عايز تفهم ليه؟ هو انت جهاز الكسب غير المشروع عايز تحاسبه يعني؟ يعني نبقى عارفين الناس اللي بنشتغل معاهم دول جايين منين يا اخي. ليه يا انس؟ انت ناوي تناسبه يعني ان شاء الله ولا حاجه؟ بص يا انس، انت كل اللي بينك وبين الراجل ده الشغل، يبقى تفتح مخك معاه وتركز في شغلك عشان الشغل ما بينكم يفضل رايح جاي، فاهمني؟ ده في حد بيكلمك على الماسنجر. ادم. خير. الو. مين؟ الو. انكل، ازي حضرتك؟ انا ادم، زميل نور في المدرسه. معلش انا بكلم حضرتك على الماسنجر علشان مش معايا رقمك. خير يا ادم، في حاجه ولا ايه؟ انا كنت عايز اقابل حضرتك ضروري جدا.